اول لما محمد علي سمع الكلام ده قال لك ايه ولايه سالونيك دي وفين مقدونيا دي بيركبوا لها منين اصلا ما اعرفهاش. اول حاجه نبدا بيها انجلترا. انجلترا عايزه تخلص من محمد علي ليه؟ ليه مش راضيه على حكم محمد علي؟ عشان فاهمه محمد علي ودرساه وعارفاه ان الراجل ده لو حكم مصر ممكن يقطع طريق التجاره ما بين انجلترا والمستعمرات اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الهند. فعايزه تخلص من محمد علي، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قالت لك بس انا اروح للسلطان العثماني اللي هو معين محمد علي. وراحت طلبت من السلطان العثماني عزل محمد علي وتعيين واحد اسمه محمد بيك الالفي. يبقى تاني انجلترا عايز تخلص من مين؟ راحت لمين؟ للسلطان العثماني وقالت له اعزل مين؟ محمد علي وعين لمكانه او اي والي اخر. يعني يا اما تعين لي محمد بيك الالفي يا اما اي حد تاني. طب ثواني، هو مين محمد بيك الالفي ده اصلا؟ ده كان زعيم المماليك. يعني هنا ممكن اقول ان حصل تعاون ما بين انجلترا وما بين المماليك لعزل محمد علي. عشان ممكن يجي لك سؤال ويقول لك حدث تعاون ما بين انجلترا والمماليك لعزل محمد علي في ايه؟ تقول لي لما انجلترا راحت للسلطان العثماني وطلبت منه عزل محمد علي وتعيين محمد بيك الالفي مكان مين؟ مكان محمد علي. بس خلي بالك ان انجلترا يعني ما يهمهاش مصلحه محمد بيك الالفي قوي ان هو يتعين حاكم، بدليل ايه؟ ان هي قالت او اي ولي ايه؟ اخر. يعني ما يهمنيش محمد بيك الالفي اصلا، المهم محمد علي ما يحكمش مصر. مفهوم؟ يبقى هدف انجلترا هنا ان هي عايزه تشيل محمد علي من حكم مين؟ من حكم مصر، تعين بقى يا اما محمد بيك الالفي او اي حد تاني. طيب قرار السلطان العثماني هل هيوافق ولا هيرفض؟ قال لك هيوافق السلطان العثماني. هيوافق؟ طب خلي بالك موافقه السلطان العثماني هنا بتدل معانا على ان السلطان العثماني ما كانش راضي على حكم محمد علي، لان مين اللي كان مختار محمد علي؟ الشعب المصري او الزعامه الشعبيه في منطقه في مكان اسمه ايه؟ دار المحكمه، صح ولا لا؟ فالمهم السلطان العثماني هيسمع كلام انجلترا ويرسل اسطول على راسه والي عثماني غير محمد بيك الالفي. جه الاسطول لمصر على راسه الوالي العثماني كان اسمه موسى باشا. الراجل ده جاي يتعين مكان محمد علي في مصر. فالمهم الاسطول جه وبيقول لمحمد علي يلا علشان انت هتمشي من مصر وهتروح تتعين في مكان جديد. المكان ده يا عم الحاج؟ قال لك ولايه اسمها ولايه سالونيك موجوده في مقدونيا. اول لما محمد علي سمع الكلام ده قال لك ايه ولايه سالونيك دي وفين مقدونيا دي بيركبوا لها منين اصلا ما اعرفهاش. انا راجل غريب مش من هنا. فالمهم الشعب المصري اول لما شاف الكلام ده راح شجع محمد علي ان هو يرفض القرار. فرفض محمد علي بتأييد من العلماء. فلما السلطان العثماني شاف ان محمد علي رفض القرار وافق بالفعل واكد على حكم محمد علي في مصر. وطبعا مين اللي يزعل من الكلام ده كلته؟ انجلترا. فادى الى غضب انجلترا من السلطان العثماني، وانجلترا هترسل بعد كده حمله بنسميها حمله فريزر. صلى على النبي. بص معايا تاني، اول حاجه خالص واول قوه ما هيش راضيه على حكم محمد علي لمصر دوله لا بعد اذنك صحصح معايا. دوله راحت انجلترا للسلطان وقالت له اعزل محمد علي وعين لي عين مين مكان محمد علي او اي والي اخر. بعد كده السلطان العثماني وافق ولا رفض؟ في البدايه وافق وارسل اسطول على راس والي عثماني. الراجل ده كان اسمه موسى باشا مالكش دعوه بيه. المهم الاسطول ده جاي ليه؟ علشان يعزل محمد علي وينقله لولايه اسمها ولايه سالونيك موجوده فين؟ الكلام ده سنه كام؟ الكلام ده سنه 1806. وطبعا عرفت ان محمد علي وافق ولا رفض؟ رفض بتأييد من مين؟ من العلماء. فادى الى تدهور العلاقه ما بين انجلترا والدوله العثمانيه. فانجلترا تقول لك بقى ايه؟ اللي ما بيجيش بالادب بيجي بقله الادب. فتروح تبعت قوه عسكريه بنسميها حمله فريزر سنه كام؟ سنه 1807 لعزل محمد علي وتعيين محمد بيك الالفي. خلاص تمام.